السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله، وأهلا بيكم معانا النهاردة في فيديو جديد. النهاردة هنشرح أداة تابلت الثانوية العامة. الأداة النهاردة الحمد لله داعمة كل تابلت الثانوية العامة، كل الحمايات، وهتكون من أسهل الأدوات اللي تقدر تستخدم فيها التابلت بنسبة 100% بدون أي أخطاء وبدون أي مشاكل. فيلا بينا على طول نتعرف على الأداة بتاعتنا النهاردة ونعرف إيه هي التفاصيل وإزاي نقدر نشتغل عليها كل التبالت بضغطة واحدة بدون اختيار أي ملفات أو عمل أي أكواد وثغرات. الموضوع بضغطة واحدة هتقدر تخرج كل تبالت الثانوية العامة بدون أي مشاكل. فيلا بينا على طول نتعرف على الأداة بتاعتنا النهاردة. ويا ريت قبل ما نبدأ الشرح تشتركوا معانا في القناة وتفعلوا زر الإشعارات علشان يوصلكوا أي جديد بنعمله على القناة. يلا بينا على طول نبدأ الشرح. اهلا بيكم معانا النهارده مره تانية، والنهارده هنشوف مع بعض اداه اس كي تابلت الخاصه بتابلت الوزاره. طبعا كل التابلت مدعومه بضغطه واحده. اول حاجه هنفتح الاداه زي ما حضراتكم شايفين، وهننتظر ثواني بسيطه جدا لما تفتح معانا الاداه، وهنشوف مع بعض كل التفاصيل وازاي تقدر تخرج كل التابلت من المنظومه بضغطه واحده على كل الحمايات. طيب اول حاجه زي ما حضراتكم شايفين الاداه بتفتح بالشكل البسيط جدا اللي قدامكم ده. فيها قسم سامسونج كامل، يعني تقدر تعمل تفليش للتابلت، تنزل له سوفت وير. لو في مشكله، لو التابلت داخل لك فيه مشكله هتقدر تحلها بضغطه واحده. وقبل ده كله هتلاقي عندك ايقونه خاصه بتبالت الوزاره، هتلاقي فيها اول حاجه. تعالى نشوفها مع بعض ايه هي التبالت المدعومه معانا في الاداه بتاعتنا. اول حاجه عندنا تي 505 ان، تي 509، اي 9 بلس، وتي 585. كل تبالت الوزاره مدعومه كل الحمايات بضغطه واحده. طيب تعالوا نمسكها واحده واحده كده علشان الناس تفهم وتعرف تشتغل بطريقه بسيطه. طيب يا جماعه، اول حاجه تابلت تي 505. تي 505 ان ده، التابلت ده بيخرج عن طريق وضع الداونلود. بنفرمته ونعمل له ازاله من المنظومه بطريقه سهله جدا. طيب طريقه العمل ازاي؟ انا دخل لي تابلت تي 505 ان، تمام، لان في ناس كتير جدا كانت بتسال ازاي تقدر تخرج التابلت ده، مع اننا شرحناه عملي كتير جدا. هو والتي 509 والاي 9 بلس كل ده شرحناه عملي على القناه، وهتلاقي شروحات منفصله لكل تابلت لوحده. طيب تي 505 ان دخل لي، التابلت بيفتح معايا طبيعي شغال مفيش فيه اي مشاكل، لكن التابلت داخل المنظومه. ايه اللي بعمله؟ بوصل التابلت وهو شغال، تمام، وابدا اروح على قائمه الام تي بي اللي فوق خالص دي، واضغط انتر داونلود. مفيش شرط حمايه هنا خالص، الكلام ده بينطبق على جميع حمايات تابلت تي 505 ان. نركز في الكلام جدا. هندخل الجهاز انتر داونلود، هيدخل معايا داونلود. بعدها هرجع تاني على تبالة الوزارة، وهنا هضغط فورمات تي 505 ان. اقل من 3 ثواني بالظبط هيتم عمل فورمات. التابلت هيتأخر شوية عما يعمل فورمات ويفتح معايا على اللغة. التابلت فتح معايا على اللغة دي دلوقتي، تمام. بعدها على طول بختار ريموف ام دي ام تي 505 ان. بختار ريموف ام دي ام. التابلت هيعد معايا هنا في الأداة، وبعد كده هيعمل إعادة تشغيل. أول ما يعمل إعادة تشغيل أنا كده خلصت بفرمات التابلت وخرجته من المنظومة، خلص الموضوع. هتوصل نت وتفتح طبيعي، هتلاقي التابلت خارج المنظومة. هيكون عندك تركاية صغيرة جدا هتعملها، وهي عمل ضبط مصنع من الإعدادات بعد ما التابلت تفتح معاك، وده علشان خاطر المساحة ترجع بشكل طبيعي. وبكده يكون خرجت تابلت تي 505 ان من المنظومه بضغطه واحده. لا اخترنا يوزر داتا، ولا اخترنا ملفات، ولا عملنا ثغرات، ولا عملنا اي حاجه. ضغطتين بالظبط خرجت التابلت من المنظومه. مفيش اي ملفات، مفيش اي حمايات، يعني اي حمايه اعمل عليها الكلام ده. ده بالنسبه لتابلت تي 505 ان. طيب تعالوا بقى نروح للعملاق بتاعنا اللي هو التي 509. طبعا التابلت بتاعنا ده تابلت سامسونج، المعالج بتاعه اس بي دي، تمام. فالطريقه بتختلف شويه، لكن مفيش اي نسبه خطأ 1% الحمد لله على الاداء عندنا. كمان عندنا في الاداء هنا سهلنا لك الشغل عليه بطريقه جميله جدا. اول حاجه دخل لي تابلت تي 509. ايه اللي بعمله؟ بوصل التابلت مفتوح شغال طبيعي. طيب في حاجات لازم ناخد بالنا منها الاول. اول حاجه لازم اكون منزل تعريفات سامسونج. تاني حاجه لازم اكون منزل تعريفات الاس بي دي، لان التابلت ده اس بي دي.
ليه بقى هنحتاج تعريفات الاس بي دي؟ هفهمك دلوقتي. اول حاجه بنوصل تابلت تي 509 شغال طبيعي خالص، نفس فكره ال 505، وبختار اول خيار اللي هو كونفرت فروم ام تي بي تو برو، يعني حول لي التابلت ده من الوضع اللي هو شغال طبيعي الى وضع البرو. طيب ايه اللي بيحصل في الحاله دي؟ ايه اللي بيحصل في الوضع ده؟ عشان في ناس كتير بتستغرب ان التابلت مثلا شاشته طفت ومش راضيه تنور. ده طبيعي، ده طبيعي، لان انا بقول له حول لي من وضع الام تي بي ان هو جاي شغال الى وضع البروم، وضع السوفت. فطبيعي مش هيخرج بيه الا لما تعمل فورمات وتكمل الخطوات. ده طبيعي، يعني ما تحسش ان ده خطأ وجهاز. يعني في ناس كلمتني تقول لي التابلت يا هندسه مش عارف اخرجه من الوضع وقفل ومش راضي يفتح. ده طبيعي، طبيعي. ففي الفكره بقى هنا ايه؟ انا دلوقتي لما اعمل كونفيرت او تحويل من ام تي بي الى البروم، بيحول التعريف بتاعه، يعني بيكون ظاهر معايا هنا فوق، تمام، سامسونج والكلام ده. اول ما اعمل كونفيرت تحويل من الام تي بي للبروم، بيتحول لتعريف تاني اللي هو تعريف الاس بي دي. طيب لو انا مش منزل تعريف الاس بي دي، بالطبع مش هتلاقي التابلت ظاهر. ده طبيعي. هتنزل الاس بي دي، تعريفات الاس بي دي طبعا تقدر تجيبها من واجهه اس كي اللوكر الاندرويد. سواء انت عملت تحويل ولقيته ظاهر تمام، ما لقيتوش ظاهر، اعرف ان المشكله عندك في تعريف الاس بي دي. حمل تعريف الاس بي دي او ثبت تعريف الاس بي دي باي طريقه تعجبك، من على جوجل، من الاداه التانيه، من اي مكان يعجبك. نزل احدث اصدار من تعريفات الاس بي دي. طيب انا نزلت التعريفات وخلاص، التابلت عمل تحويل وبدأ يظهر لي هنا. يبقى اول خطوة التابلت مفتوح اللي هو التي 509، ضغطت على كونفيرت، حول التابلت وظهر لي هنا اس بي دي. ايه اللي الخطوة اللي بعملها بعد كده؟ بضغط على فورمات. تمام، كمل معايا وعمل فورمات 100%، خلاص الموضوع خلص. في بعض الناس بيبقى عندها مشاكل في التعريفات، يعني تعريفاتها ناقصة مش كاملة، فبيتم العملية بتقف في النص. طب ده حلها ايه؟ او ازاي تقدر تكمل الفورمات؟ نركز بقى في الحتة دي جدا، لان الخطوة دي لازم تعملها بالنص كده. دلوقتي العملية وقفت معاك، اول حاجة بعملها هنا بضغط على الثلاث زراير اللي هو رافع الصوت وخافض الصوت والباور، الثلاثة مع بعض، وطبعا الكابل واصل يعني ما يشيلوش من الكمبيوتر خالص. بضغط على الثلاث زراير، التعريف هيختفي من هنا ويرجع تاني. اسم اللي انا عملته ده ريستارت للبورد، يعني انا كده ريستارت البورد، لان هو خد امر، فما ينفعش ادي امره في ايه، فاهم؟ فلازم ارستر البورد وادي له امر تاني. تمام. طيب انا رسترت البورت بالثلاث زراير، انا ضغطت على اللي بيعلي واللي يوطي والباور مع بعض، التعريف اختفى ورجع لي تاني. كده انا رسترت البورت، اشيل ايدي من على الزراير واسيب التابلت واصل في الكمبيوتر. بعمل ايه هنا؟ بضغط على فيكس بروم هاند تشيك الاول. تمام، هيعد لي هنا لغايه 100%، واول ما يخلص هيكون قدامك ثلاث حاجات ممكن تحصل. ممكن التابلت يجيب علامه الشحن، ممكن التابلت يفتح، ممكن التابلت ما يفتحش. تمام، في الثلاث حالات، سواء جاب لك شحن، سواء جاب لك فتح، سواء التابلت ما فتحش، راستر البورت تاني. وعرفنا ازاي نراستر البورت بالثلاث زراير اللي بيعلي واللي يوطي والباور لعند التعريف ما يختفي ويرجع لي تاني. سواء جاب لوجو راستر على طول، ما تستناش يفتح يعني. سواء جاب شحن راستر، سواء ما فتحش راستر. تمام. يبقى كده عرفنا الخطوه ماشيه ازاي. بعدها بعمل ايه؟ بعمل فورمات على طول، مليون في المية هيفرمط معاك خلاص. تمام. وده بيكون سببها ان فلترة التعريف، انك تعمل فلتر للتعريف، مش موجودة عندك على الكمبيوتر، فما بيقدرش ينقل من التعريف ده للتعريف ده. فحلها زي ما قلنا بالظبط. بنعمل اول حاجة بنحول بروم، اللي هي اول خطوة دي، وبعد كده بنجرب نعمل فورمات الاول. لو تعريفاتي مظبوط هيعمل من اول مرة خلاص. طيب لو عندي مشكلة في التعريفات والعملية وقفت، بنعمل حاجة حلوة، بنراستر البورد بالثلاث زراير زي ما قلنا، وبعد ما يخلص التعريف يختفي ويرجع لي تاني هنا، بعمل فيكس بروم هاند تشيك. تمام. اول ما اعمل فيكس هاند تشيك ويخلص، سواء التابلت فتح، سواء التابلت شحن، سواء ما فتحش، حرصنا البورت تاني وبعدها نعمل فورمات. كده يبقى انت فرمت التابلت تي 509 بدون اي مشاكل. تعريفاتك مظبوطه، مش هتحتاج الكلام ده كله، هتضغط تحويل وفورمات وشكرا. طيب التابلت فتح معايا، بعمل ايه؟ بتعمل ريموف ام دي ام 1 كليك، ازاله الام دي ام. التابلت هيراستر معايا بعدها، وهبدا اوصل واي فاي وافتح، والتابلت هيكون خارج المنظومه بدون طبعا ملفات وبدون ثغرات وبدون اي حاجه. طيب الطريقه اللي احنا بنخرج بيها التبالت كده بالشكل ده، هل هي تخطي
ولا نهائي؟ الطريقة دي نهائي. طيب لو انا مثلا خرجت التابلت نهائي وعايز ارجعه، هنقول ده في نهاية الفيديو علشان نكمل بس التبالت الاول والناس تفهم معانا. طيب بعد كده التابلت اللي معانا هو A9 بلس، اللي هو اكس 216. طبعا هي اتكتبت هنا عن طريق الخطأ، اسف جدا، لكن A9 بلس هو 216. التابلت ده نفس طريقة التي 505 ان بالظبط، لكن مش نفس الملفات. ركز في الجزئية دي، لانك لو فرمطته من هنا طبعا هيبقى مشكلة. في ناس بتحمل اليوزر داتا بتاع التي 505 ان وتفلشه، هيكون في مشكلة، لان في طرق مساعدة كمان علشان تتم عملية الفورمات بشكل طبيعي. طب خلينا عشان ما الناس ما تتلبخش مننا او تتلخبط، الاي 9 بلس كل اللي هتعمله بنفس طريقه التعامل مع التي 505 ان. هتدخله داونلود وتضغط هنا فورمات، واقل برضو من ثانيتين هيتم عمل الفورمات لكل الحمايات بلا استثناء. برضو جزء في التي 509 عشان الناس بس اللي سالتني عليه، يا جماعه عندنا هنا فورمات تي 509 اول. كل اجهزه التي 509 هنا حمايه واحد اتنين تلاته، دول اللي نزلوا عندي دلوقتي. تمام. اي حمايه جديده تنزل هتضاف معاهم هنا، يعني اي تابلت مهما كانت حمايته فرمته من هنا. نرجع تاني على الاي 9 بلس. التابلت ده هيدخله داونلود وهيتفرمت معاك طبيعي جدا، يقف على اللغه. ممكن تبادل من الاي 9 بلس تدخل ريكفري. لو دخلت ريكفري معاك اعمل فورمات من الريكفري، خلاص يبقى هو دخلها سلمك للريكفري، اعمل فورمات من الريكفري ريست. شكرا على كده، كده اتفرمت التابلت. بعدها اول ما يقف على اللغه هنعمل ريموف ام دي ام علشان التابلت يخرج بره المنظومه. تمام. فاظن الموضوع سهل قوي، يعني سهل جدا جدا، كل حاجه اتكلمنا فيها في الفيديو ده. تمام. بعد كده معانا تابلت تي 585. التابلت ده هنقدر نقول ان احنا بنقدر نفرمته بنسبة 85% حاليا. التحديث اللي جاي من التابلت، وده هيكون قبل نهاية رمضان بأمر الله، هيكون اي تابلت تي 585 جاي لك هيتفرمت على أداة اس كي اللوكر. طريقة الفورمات ازاي؟ انك هتوصل للتابلت واي فاي قبلها مثلا، يعني ممكن 10 دقايق ربع ساعة، وبعدها بتوصل الجهاز مفتوح طبيعي بدون كلمة سر، وتضغط على فورمات اكتر من مرة ورا بعض. يعني لما يديك الامر اضغط تاني، لو اداك فيلد اديله تاني. تمام. هيديك هنا اربع خمس مرات فيلد، اضغط على فورمات اكتر من مرة هيتم عمل فورمات بشكل طبيعي. تمام. وبعد التحديث اللي جاي، تنويه التحديث اللي جاي لأداة التابلت، 100% كل التبالت تي 585 الحمد لله هتكون مدعومة بنسبة 100%. طيب في شوية تريكات كده نتكلم فيها. انا خرجت التابلت بتاعي بره المنظومه، اي تابلت فيهم بقى، اي تابلت فيهم انا خرجته بره المنظومه نهائي، فانا عايز ارجعه تاني المنظومه. ايه اللي بعمله؟ بعمل فورمات من الاعدادات. تمام. بعمل اعاده ضبط المصنع من الاعدادات. تمام. وبعد ما اعمل اعاده ضبط المصنع يقف معايا عند اللغه، وبضغط على لوك ام دي ام. لوك ام دي ام بتمشي مع التبالت كلها. تمام، ما عدا تابلت تي 585. يبقى لكم ام دي ام دي لو انا عايز ارجع تي 505 ان، عايز ارجع تي 509، عايز ارجع اي 9 بلس الى المنظومه، هختار لوك ام دي ام الموجوده دي. تمام، لكل التبالت ما عدا تي 58. طيب يبقى دلوقتي انا عندي اخرج نهائي ولا اخرج تخطي؟ اللي يعجبك انت. دلوقتي عندك امكانيه ان انت تقدر ترجعه المنظومه تاني. طيب لو اللي جاي لك او اللي جاي لك المحل بتاعك عايز يخرجه تخطي، هتعمل ايه؟ هتفرمت بس. تمام. وهتروح على الام تي بي. تمام. عندك هنا 50 طريقه. اول حاجه مثلا الريموف ام دي ام عن طريق الكيو ار، دي اول طريقه، وطبعا مش هتحتاج فيها ملفات وشرحناها قبل كده. فتقدر تعمل من خلال الام تي بي ثلاث طرق لازاله الحمايه تخطي مش نهائي. فزي ما حضراتكم شايفين كده الحمد لله اداه واحده داعمه كل التبالت، كمان داعمه لو جالك تابلت فيه مشكله تقدر تحلها، تقدر من خلال التفليش. ولازم نفهم حاجه، ان عمليه السوفت وير للتبالت غير اي جهاز سامسونج تاني. لازم اداه مخصصه، يعني لو جبت اقوى اداه في العالم مش هتفلش التابلت. تمام. في ادوات معينه علشان تدعم عمليه تنزيل سوفت وير للتابلت. الحمد لله هنا تقدر تنزل فلاشه كامله، لو في مشكله حصلت على اي اداه تانية او اي برنامج تاني تقدر تعمل اعاده احياء للتابلت من خلال اس كي اللوجر.
طبعا بكده قدرنا نوضح كل حاجة بشكل نظري وشارحينه 50 مرة قبل كده عملي. فيا رب تستفيدوا من الفيديو ده. وطبعا بنقول للناس كلها كل سنة وانتم طيبين بمناسبة رمضان، وعاملين خصم قوي جدا جدا. طيب الناس اللي عايزة تستفيد من الخصم اللي احنا عاملينه بمناسبة رمضان، هيعمل شير للفيديو ده على اي جروب خاص بالسوفت وير، وكمان هيديني سكرين للشير على الواتساب، وهياخد خصم كبير على تفعيل سنتين فقط. يعني اللي هيفعل الأداة سنتين هياخد خصم كبير جدا، وهيكون مفاجأة لكل الناس اللي هتعمل مشاركة للفيديو ده. ومن خلال المشاركة تاخد سكرين للمشاركة نفسها وتبعتها لي على الواتساب، وهقول له الخصم كام. بكده النهارده يكون الفيديو بتاعنا انتهى، ويا ريت ما تنسوش تعاونونا باشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات علشان يوصلكوا أي جديد بنعمله على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.